السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مطبخ زمان. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشني والله، انا من زمان ما طلعت لكمش بفيديو. هجعلكم بفيديو التومين. طبعا احنا اول الشهر نزلنا وجبنا التومين. عايزه اقول لكم حاجه بس على التومين قبل ما نتكلم عليه. انا لما بروح اجيب التومين، مش انا اللي بجيب التومين صراحه، الحاج هو اللي بينزل يجيب التومين. لما بجيب التومين مثلا اقول له انا عايزه كذا وكذا. لو انا عندي يا جماعه زيت وسكر ما بجيبش زيت وسكر، اجيب اي حاجه من عند بتاع التومين. ممكن اجيب مسحوق، ممكن اجيب رز، ممكن اجيب مكرونه. لكن هو في الغالب بتاع التومين بيقول لك خدي رز وخدي سكر وزيت وكيسين ملح، شويه مكرونه. احنا هنشوف النهارده احنا جايبين ايه، وهقول لكم انا هعمل ايه لما اخد المصروف. بفلوس المصروف هعمل ايه. جايب لنا ايه؟ جايب لنا 5 ازايز زيت. طبعا هو بيدي 4 بس الراجل كريم يعني عشان بيحبنا وبيحب الحاج، فعطاله 5 كيلو 5 ازايز زيت. ادي 5 ازايز زيت. وعطاله كام كيس سكر بقى؟ وادي سكر 1 2 3 4. 4 اكياس سكر. عايزه اقول لكم على حاجه، 4 اكياس سكر. وده التومين ده مش تومين بس، تومين واكيد النقط. شوفي اكيد لنا كام فلوس من فلوس العيش. وجايب لي كام كيس مكرونه؟ جايب لي 3 اكياس مكرونه، 3 اكياس دقيق. جايب لي 3 اكياس دقيق. الدقيق ده حلو جدا للمخبوزات كمان والمعجنات. وانا كنت محتاجه، كنت قايله له عايزه دقيق عشان السمك، فراح جاب لي 3 اكياس، كتر خيره والله. وكيسين ملح. ده التومين يا حبايبي بتاعنا الشهر ده. بصوا بقى، عايزه اقول لكم الزيت ده في التومين ب 30 جنيه. ادي كده 5 كيلو 5 ازايز يعني ب 150 جنيه. والتومين والسكر في التومين ب 20 جنيه او ب 22 او ب 27، ما اعرفش صراحه. هجمع فرق السكر مع الزيت مع الدقيق، هطلعهم من فلوس المصروف. طبعا انا باخد فلوس المصروف وبنزل اشتري مشتريات. لو انا ما عنديش تومين ما انا هشتري زيت وسكر ودقيق. طبعا هاخد الفلوس دي على جنب، يا ادخرها احطها في الحصاله زي فاكرين فيديو الحصاله. ممكن اشيلهم في الحصاله، اشوف تمنهم كام، هيعملوا لي كام. دول هيعملوا لي 200 جنيه، هيعملوا لي 220 230 حسب حسابهم، احطهم في الحصاله. ممكن اجيب بيهم احطهم في الحصاله، او ممكن اشوف ناقص لي ايه اجيب بتمنهم علبه سمنه. ممكن اجيب 5 كيلو رز، اجيب 5 كيلو رز واجيب 5 كيلو مكرونه. انا اخد فرق الفلوس دي اعمر بيها البيت من حته تانية. ماشي حبايبي؟ وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب يكون فيديو عجبكم وطلعتوا منه بمعلومه او استفدتوا منه. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.